حتى القول عائشة 4 ركعات بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر، هل له حكم الرفع وهل أداوم عليها وما معنى الحديث؟ أولا هذا ليس حديثا، وإنما هو من قول عائشة، ثبت عن عائشة وعن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو العاص، كما أخرجه ابن شيبة وصححه العلامة الألباني في كتاب إرواء الغليل. وهذه الآثار على ظاهرها أن من صلى 4 بعد العشاء فإنها كعدلهن من ليلة القدر، وهذه الآثار تدل على أن لها حكم الرفع، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد، وهذا الفعل مستحب. وقد رأيت الحنابلة ذكروا هذا الأمر كما في كشاف القناع البهوتي، ذكروا أنه يستحب أن يصلى 4، لكن هذه 4 ينبغي أن تعلم ليست من سنن الرواتب ولا من قيام الليل بمعنى الخاص، يعني الذي كان يقومه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، وإنما هو نفل مطلق ليس من راتبة العشاء، وليس من قيام الليل بالمعنى الخاص. والأفضل أن تصلى هذه الصلاة 4 بتسليمة واحدة كالظهر، كما ثبت عن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فيستحب أن يداوم على ذلك حتى يظفر بهذا الأجر العظيم المذكور في هذه الآثار. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.